الكبده الجبلي معلش عباره عن اكله شعبيه معروفه هنا في كرداسه، معروفه انها منتشره في كرداسه جدا. احنا سوق الجمال جنبنا هنا، فمتعودين عليها من زمان، من اكتر من 100 سنه. مصطفى محمد هاشم، شهرتي مصطفى كبده، شغال كبده جملي بقالي 10 سنين. كبده جملي دي عباره عن قلب وكلوه ولحمه وحته دهنه صغيره بتحط عليها. لو اتاكلت كبده صافي ما بتتاكلش قوي، دايما القلب والكلوه بيديها طعم، بيدي طعم معاها. بس الكبده الجملي عباره عن ان هي غير الكبده العجالي، الكبده العجالي طريه جدا. الجملي بتقرقش، تاكليها تقرش معاكي. لو طريه جامد ما يبقاش جملي. كده بتاخد حوالي 30 ثانيه على النار، يعني اقل من دقيقه بيبقى مستوي. بيتحط عليها فلفل، طماطم، في ناس بتحب فلفل، في ناس بتحب طماطم، في ناس بتحب توم، اي حاجه فيها مجابه. بجيب الكبدايه دي عباره عن ممكن 10 كيلو، 15 كيلو، 20 كيلو، دي اقصى حاجه. ودايما بيبقى الزبائن عندي هنا بيبقى فيه زحمه، بس هو النهارده الجو مريح شويه. اقل حاجه فيها ربع كيلو، الربع ده ب 50 جنيه، الكيلو معروف عندنا ب 200 جنيه. اللحم الجملي ارخص من العجالي، بس الكبده اغلى، يعني الكبده عليها سحب. الصاج ده بالنسبه للكافيتريات اللي بتتعمل تختلف عن قعده الصاج. الكبده الجملي دي لو ما اكلتهاش على الصاج ما تحسيش بطعمها، لان طعمها على الصاج لو برد ما بتتاكلش. اكله الصاج هنا تختلف عن اي اكله، دي افضل اكله ليها. في ناس بتاخد في اطباق وتاكل جوه، يختلف عن اللي بياكل على الصاج. انا حبيت الشغلانه دي ليه؟ لاني معلش دي عندي احتكاك بالناس كلها، بالغني والفقير، المتعلم والجاهل، كله. خلصت الثانوي وفتحت لنفسي. لا ده كان طموحي، ما كانش في نيه التعليم بصراحه، لاني كنت فاشل في التعليم شويه. اي حاجه في الجزاره مع الطبيعي انها مربحه، اي شغل تخصصي انا مش شغال عند حد ده مربح. بفضل الله انا متفائل، عمري ما اتشائمت خالص، يعني بفضل الله اروح يجي لي قدام الجمل دايما بيبقى كله بيجي يدور فيه شغل، ما فيش شغل انا بفضل الله بقعد بخلص، حتى لو ما اشتغلتش شويه بيجي بعد كده ربنا بيكرمني، لاني عمري بفضل الله ما بتشائم. دايما حتى في قعداتي بيبقى بحب الضحك شويه. حلمي ان احنا ربنا يكرمنا بالنسبه للكبده الجملي تنتشر. حلمي الشخصي بفضل الله ان انا ربنا يكرمني، بس ان انا اخد حته ارضيه بس. طبعا عشان اجيب النهارده 4-5 مليون جنيه صعب، رقم بعيد شويه. بامر الله ونوصل له. طول ما الواحد عنده طموح بيوصل، ما عندوش طموح متشائم عمره ما يوصل.